وب4 منتجات بس هنقدر نعمل مخمرية في البيت مضمونة وريحتها تحفة وبتقضي على ريحة العرق. تعالي اقولك ازاي تقدري تعملي مخمرية في البيت بمنتجات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل البيوت. انا اكتشفت المخمرية وفوائدها مؤخرا، والنهاردة جاية اعملها لكم في البيت علشان طريقتها سهلة وبسيطة. عرفت مؤخرا فوائد المخمرية وازاي بتعطر الجسم كله. انت هتجيبي مسك جامد من العطار كده زي ما انتوا شايفين، قطعة كده مربعة، وبعدين هنجيب بولة فاضية ومبشرة وناخد قطعة المسك اللي عندنا هنبشرها كلها. انتوا عارفين ازاي المسك بينعم الجسم كله وبيعطره وبيخلي ريحته حلوة، والريحة بتفضل ماسكة فيه لحد يومين او اكتر. وصفة لتعطير وتنعيم الجسم كله والقضاء على ريحة العرق تماما، بمكونات كلها طبيعية وبروايح كلنا بنحبها وبنعشقها. بعد ما بشرتها كلها بالشكل ده بنجيب معلقتين فازلين كبار وبنزودها عليها، طبعا فازلين طبي اللي عندنا كلنا في البيت. هنحطها في حمام ميه سخنه علشان عايزاهم يتمكسوا كويس قوي، وهزود معاهم كمان بيبي اويل معلقه كبيره، وادمجهم كده كويس لحد ما يسيحوا كويس قوي. انا عايزاهم سايلين تماما. انا كمان هزود عليه مسك اسود يا دوبك كام نقطه بس علشان الريحه بتاعته تبقى قويه. وكمان المسك من الحاجات اللي بتنعم كمان البشره وبتمسك في الجسم جدا، ريحتها بتمسك في الجسم جدا. انا استنيت عليه في حمام الميه لحد ما بقى سائل خالص زي ما انتم شايفين. انا هفضيه في الكونتينر الصغير اللي انا هستعمله فيه بعد كده، وهو هيمسك نفسه بعد شويه. عايزه اقول لكم بصوا حلاوته عامله ازاي. بصوا ده احلى من احلى كريم ممكن تكونوا باستخدمتوه او حطيتوه قبل كده، غير ريحته القويه. هو معبق الدنيا عندي هنا من ريحته النفاذه القويه الحلوه. هقول لك كمان على طريقه تانية للمخمريه سهله جدا. بتجيبي معلقه كبيره او معلقتين حسب الكميه اللي انت عايزاها من الفازلين، وهتحطي معاها اي كريم مرطب عندك انت بتكوني بتحبيه وبتستخدميه دايما، وبعمل لهم ميكس كويس قوي، وازود عليهم كمان معلقه بيبي اويل واخلطهم كويس جدا مع بعض. وهزود عليهم شويه من المسك اللي عندي عشان يديني الريحه القويه اللي انا عايزاها. كده بقى عندي مخمريه كمان من احلى الكريمات ومعطر الجسم اللي ممكن تستخدميها. قومي اعمليها دلوقتي وما تكسليش.